الشلح كيبقى الشلح راه مخو صغير مخو جيع. السلام متابعي قناة مهدي WBS. في هذه القناة دائما غادي تلقاو الجديد، ولا كنتي ما مشتركش بهذه القناة هبط لتحت ودير اشتراك. اليوم الشرطة كتقوم بالتوقيف ديال اليوتيوبر إلياس المالكي. أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوتيوبر إلياس المالكي بمدينة الجديدة. يأتي هذا التوقيف بعد وضع 15 شكاية فعالة في حق الأمازيغ سياسيا وثقافيا وجمعويا وأكاديميا. الشكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط ضد إلياس المالكي، وبالنظر إلى تداول محتويات الرقمية تتضمن السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية. أولا وقبل كل شيء أنا كنآزر الناس ديال الشلوح ومتضامن مع الناس ديال الشلوح، الناس ديال الأمازيغ ولا ديال حنا مغاربة تنقولوا الشلوح وتنقولوا الأمازيغ، وكما كتعرف السكان المغرب الأقدم راهم الأمازيغ، وناضلوا وحاربوا على هذه البلاد هذه، وصلوا لهاد البلاد هادي، وصلوا الرايه لدول العالم بزاف ما كيعرفوهاش الناس بزاف. كيعرفوا المغرب الشلوح، راه بزاف الشلوح وبزاف ديال الامازيغ اللي وصلوا الرايه المغربيه بزاف البلايص وصلوا صوتهم. والراي ديالي هذا خصو يتعاقب، هذا خصو واحد العقوبه سجنيه اللي الناس ديال النيابه العامه ولا الضابطه القضائيه ديال الجديده ولا الوكيل العام ولا غادي يعرف شحال غادي يعطيه ديال الحبس. حنا ما نقولوش شحال خصو يعطيه. وبالنسبه لهاد السلوك هذا حنا بغينا يكون عبره لاي واحد كيطاول على الامازيغ في العالم، ماشي في المغرب، في العالم. والامازيغ راه خوتنا وحبابنا، وكما كتعرف نهار العيد ملي كيمشيو الامازيغ للبلادات ديالهم يزوروا والديهم راه كنضروا حنا بيضاوه، حنا مغاربه كاع كاملين كنضروا. راه واحد اللايف راه درتو سابقا، راه كلهم رجعوا تخدموا، رجعوا حلوا المحلات ديالكم. راه حنا كنقلبوا على الخبز، كنقلبوا على الشاورما، كنقلبوا على طاكوس، كنقلبوا على بزاف المسائل. راه شلوح عندهم تبارك الله واحد الدور كبير في الدار البيضاء وفي المغرب كامل وفي الكره الارضيه كامله وبقاع العالم كامل وفي البحار حتى هما ما نساوش. راه كاين تبارك الله دراري ديال الشلوح اللي كفاءات ومهارات طريقه. شوف انا غنجيب الاخر المغاربه كاملين راه كلهم عندهم نفس الراي، واصدقاء ديالي وناس كنعرفهم في الامن وناس في الدارك وناس في هذا، كنعرف الناس بزاف كلهم عندهم راي واحد، قال لك هذاك خصو الحبس حيت طاول بزاف على الامازيغ اللي هما خوتنا وحبابنا. وشوفوا فيهم نسابنا وفيهم راه حنا مجوجين بهم وهما مجوجين. وإلياس المالكي جابها في راسو بسبب الشتم والسب الامازيغ. الشلح يضل شلح وعقله صغير وعقله جيعان. ولا كنتي ما مشاركش بهذه القناه ديال مهدي WBS دير اشتراك. اللي بغا نقول لبعض الاشخاص راه بحال الامازيغي بحال السوسي بحال الشلح بحال العربي، حنا كيجمعنا مغرب واحد وكتجمعنا رايه وحده. خرجتي من الحبس تدخل سوق راس الحبس راه ما منه والو، كتضيع وقتك. حنا مغاربه كنا امازيغيين ولا شماليين ولا رباطيين ولا فاسيين، ما خصوش يدير هادشي. صراحه ما خاصش يعاير الامازيغ بهذيك الطريقه، وهذا كيحتل العنصريه وهاد الخناقات في المجتمع. وحنايا الحمد لله حنا مجتمع واحد، ما كاينش لا فرق بين عربي ولا اسود ولا ابيض الا بالتقوى. حنا أمة إسلامية الحمد لله، فهمتي؟ خاصنا نكونوا مجتمع واحد، ما كاينش هذاك الفوارق ديال هذا أمازيغي ولا هذا عربي ولا هذا عروبي ولا هذا شلح، فهمتي؟ أنا كنعرف يوتيوبرز، هاد اليوتيوبرز، ولكن ما كنسمع منه، ولكن اللي دار بحال هاد المسائل خاصو عقاب، فهمتي؟ حيت هادشي كيحث على العنصرية، وحنايا ضد العنصرية وضد هاد المسائل هذه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساش دير اشتراك بقناه مهدي WBS. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله.